شفت الواد اللي نايم على الرصيف ده بيعمل كده ليه؟ شوفوا كده. دي اكبر اشتغاله واكبر نصبايه. الواد ده انا عارفه وقفشه مرتين. يا معلم في ايه؟ انت كويس يا بوب؟ دي اشتغاله يا جماعه، عشان لو شفت واحد ميت على الطريق كده، لو شفت واحد كده ايه نايم على الطريق فدي اشتغاله. فيقول لك بقى انا من البلد مش عارف ايه والقصص دي، فدي اشتغاله. اوعى تلاقي حد نايم على الطريق توقف له، عشان ده حرامي. الواد ده انا عارفه عشان جنب المكتب عندي. تقول له ايه؟ بيقول له مش عارف بقى فلوسي وقعت فلوسه وقعت والتليفون ضاع. ما هي نفس القصه نفس الاشتغاله. عايز حاجه يا معلم؟ السلام عليكم. نصاب، يلا يا نصاب. هو دلوقتي ايه ماشي هيعمل نفسه بيقع. بصوا هو دلوقتي ماشي هيعمل نفسه بيقع دلوقتي. بص هو قاعد مراقبنا. بص شايفنا ازاي؟ بص شايفني ها؟ بص دي طريقة نصب جديدة. الولد ده اللي كان واقع ده انا عارفه، لان انا جنب المكتب عندي. فبيقف في الشارع بيعمل نفسه ميت علشان الناس تقف. يقول لك انت رايح فين؟ الناس تقف تتلم عليه. هيقول لك بقى انا فلوسي ضاعت وموبايلي ضاع وكل حاجة ضاعت، وماسك شنطة فيها حبة هلايل فاضية كده مفيش اي حاجة خالص. فدي اشتغالة. لو شفت حد نايم في الطريق ما توقفلوش، عشان دي اشتغالة. دي اشتغالة، وانا واحد من الناس دخلت على الاشتغالة دي مرتين طلع موضوع كبير. بص المشكلة ان بسبب الناس دي واللي بيعملوه، لو في حد تعبان بجد او ماشي في الشارع تعب بجد ووقع، هيجي في دماغنا انها اشتغالة وهنسيبه ونمشي. شوفوا بيوصلونا لفين. بعتها لكم.